ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة يوميات سناء. اخباركم عاملين ايه؟ طمنوني، وحشتوني وحشتوني وحشتيني. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يجيلكم كل الفيديوهات. وهنبدأ الفيديو بتاعنا ونقول صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. عارفين يعني صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. وفي تحصين عايزة اقول لكم: تحصنتوا بذي العزة والجبروت واعتصمتوا برب الملكوت وتوكلتوا على الحي الذي لا يموت. ده تحصين يا جماعة اللي يقولوا من اول الصبح لحد ما يمسي، ربنا بيكون محصن وحميه بإذن الله. واللي يقولوا بالليل لحد الصبح برضه ربنا يبقى محصنه لحد ما يصحى. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل يا جماعه مع بعض تتبيله الفراخ المشويه طبعا. ماشي. يلا يا بنت انتوهي، يلا يا بنت انتوهي، الدنيا ساقعه الوقت، الجو ده عايز ايه؟ حله محشي، عايز فرخه مشويه، عايز حاجات كده تدفي البطن. الدنيا برد موت. ماشي. هنبدأ ونقول هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلنا تتبيلة الفراخ المشوية، تتبيلة الفراخ المشوية. انا مجهزة هنا بصلتين بالظبط، وحبيتين طماطم، وكم فص توم اديكم شايفينه، وحتة فلفل سبايسي، ومقشر الليمونة، وعاملة البهارات. ماشي. ايه اللي عاملة البهارات؟ البهارات حاطة شطة وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة مع بعض، وتوم باودر وبصل باودر ومعلقتين كبار ملح. دول انا عاملاهم ومجهزاهم عشان احطهم في تتبيله الفراخ. وكمان جايبه ربع كوبايه خل. ماشي. اهو بص، ربع كوبايه خل ومكملها ميه. اول حاجه هركب الخلاط. ماشي. في في القاعده بتاعته، واحط اهو ادي الليمونه يا جماعه مقشراها، شايفين اهي، ومقطع 3 حبايات طماطم صغيرين. ماشي. وبعد كده ادي الفلفل السبايسي حراجه دي، خلي بالكم، وكم فص توم جايباهم حطاهم. ماشي. عشان تدي طعم كده، تتبيله حلو. بس نسيت المرقه دي، الليمونه كنت عاملها بس خلاص ركنتها. هحط حبيتين البصل مقطعاهم قطع، وبرده ادي توم، ادي بشطه وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وكزبره وملح كمون بس. وهكب عليهم ربع كوبايه الخل ومكملها ميه عشان انا ما عنديش زبادي. ماشي. ما حطيتش زبادي يا جماعه. بس. وهشغل الخلاط وهفرمهم الفرمه الكويسه. هفرمهم الفرمه الكويسه بحيث انهم ينعموا خالص مع بعض. ماشي حبايبي. هنا انا عماله احط الفيشه واصلح في الخلاط، والخلاط يتصلح، الخلاط يتصلح مش راضي يشتغل. المهم ايه، قعدت احاول في الفيشه، في عيب في الفيشه، قعدت اشغل فيه مش راضي يشتغل معايا. بس استعنت بصديق انه يجي يشغل له الخلاط. ماشي. برضو قعدت احاول فيه تاني وتالت، برضو مش راضي يشتغل معايا. العيب في الفيشه لان الراس ثلاثيه، وحطها في فيشه ثلاثيه، فدي فيه بقى مشكله، مش راضي ان هي تشتغل. بس فانا زي ما قلت لكم استعنت بصديق هيجي يظبطولي، يشغل لي الخلاط ويعمل لي الراس وهتشتغل. هيشتغل دلوقتي. اهو اشتغل. شايفين اشتغل ازاي؟ اهو. ركزوا شويه معايا، بصوا اهو فرم الخليط اللي انا عاملاه. هسيبه يشتغل. بصوا احركه خالص عشان هو تخين، انا مش راضي احط ميه كتير ولا حاجه عشان يبقى الصوص بتاعه تخين ويبقى متظبط وكده، والفراخ تشرب منه. شايفين؟ ادي اهو شغال. هخليه يفرمهم كويس عشان ما نفرمش كويس التوم هيبقى صاحي، حاجه هتبقى صحيه، لا انا خليه يفرمهم الفرمه التمام. شايفين؟ لازم يتفرموا مره واتنين وتلاته يا جماعه. بس كده خلاص اهي. شايفين الراس السودا؟ هي دي قص البلاوي. بس واديني جبته. شايفين اهو الخليط اهو. هجيب الفرخه بتاعتي. اديني هنا جبت الفرخه بتاعتي. اهو. شايفين؟ هجيبها انا مقطعاها، يعني عامله 7 قطع، وعامله كام رقبه معاها، لان احنا كلنا احنا 7 افراد في البيت يعني. شايفين؟ ده الصدر اهو مفتوح، كيف اللي مش مفتوح بفتحه.
شايفين بالسكينة عشان بحيث انه يتفرط ويستوي بسرعة، يستوي بسرعة في الشوي وتشرب من الحياك بتاعها. في ناس بتقول انا ما بخليش الجلد بتشيله، بس انا عيالي بيحبوا ياكلوه مجرمش كده في الشوي، بيبقى محروق بس بيحبوه، معرفش ليه بيحبوا فيه. حتى لما كل واحد نايب ورقبة، كل واحد نايب ورقبة، لان انا يعني هي الفرخة انا عاملة ذبحة 5 فرخيات مرة واحدة، ان انا الفراخ دي يا جماعة زي ما قلت لكم عاملة فيديو كده ان انا بربيها في البيت، فواخدة الفراخ انا ذبحة 5 فرخات ومطلع منهم 7 قطع للشوي، وواخدة 5 6 فرخات 5 6 فرخات، 5 6 رقبات ان انا اشويهم معاهم. شايفين اللي مش مشوي اللي مش مقطع انا بقطعه وبفرده عشان يتعمل كويس. اهو بصوا 3 عديتهم تاني بحيث ان انا ايه عشان ما يكونش ناقصه حاجه وواحد يتظلم معانا. ماشي والرجال انا عديتهم عدد الافراد اهم، انا كده شلت نصهم في طبق واحط نص التتبيله عشان يشرب كويس كده، واعرف ان انا كله اتشرب واعمل ببعضيه. شايفين اهو. شايفين انا بعتلكم من كام عشان تشوفوا كويس. بس اهو مش عارفه اجيبها لكم ازاي. واحط باقي باقي الفرخه اهو، واكب الباقي اهو. شايفين ازاي اهو كده عملتها كويس غطستها كلها. غطيها بالطبق بقى وادخلها التلاجة لحد المغرب لما ابدا الشوي. زي ما قلت لكم بقى اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، اسيبوا لي كومنت جميل زيكم، وصلوا على النبي في الكومنتات، ودعموني ادعموني ادعموني عشان القناه تكبر بيكم وليكم. مش حبايب قلبي انا بحبكم في الله، عارفين يعني انا بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.